عليكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فكرة تحفة. مين فينا بقى ما عندوش مشكلة الشنط دي؟ بنشتري طلبات وبنحتاج الشنط اكيد، بنخليها مثلا للباسكت، بنخليها لأي حاجة. كلنا بنحب العادات المصرية، كلنا بنحب ايه؟ نشيل الشنط كده. جايلكم بقى بفكرة ما تاخدش مساحة في المطبخ عندنا، وبطريقة حلوة قوي. نحطها في درج، نحطها في كيس، طريقة كده شيك وشكلها حلو قوي. شايفين كمية الشنط؟ كلنا اكيد عندنا المنظر ده في المطبخ ومش عارفين نعمل يعني نعمل فيه ايه في المنظر ده. عايزين طريقة كده تخليها شكله حلو وما تاخدش مساحة مننا. فيلا بقى اقول لكم على طريقة. اول حاجة بنمسك الشنطة سواء بقى اي حجم. انا كان عندي كمية الشنط دي، كنت جايبة طلبات من السوبر ماركت، وكان عندي كمية الشنط دي وكانت عاملة لي ازمة فعلا في المطبخ. مش عارفة احطها فين لاني بحتاجها. اكيد كلنا بنحتاج، مثلا نحتاج شنطة لاي حاجة. فنعمل ايه؟ نفرد الشنطة زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة دي. نفردها فردة عادية، يعني مش لازم فردة قوي. وبصوا نقعد نتني كده. مش هتفرق بقى الشنطة حجمها ايه، اي شنطة، اي نوع شنطة، كبيرة صغيرة اي حجم، نعملها بالطريقة دي. هتوفر معانا جامد في المساحة. اهو يا رب تكون واضحة قدامكم. ونعملها بالطريقة دي، نعملها زي السمبوسة، زي ما بنلف السمبوسة بالظبط. بجد الطريقة دي والفكرة دي تحفة، وفرت معايا مساحة. حطيتهم في درج صغير كده، وبعد ما كان الدرج مليان شنط ومش راضي يتقفل من كمية الشنط، يعني لقيت فيه مساحة ان انا احط فيه قد الكمية دي مرة كمان. شايفين بقى الشكل هيبقى عامل ازاي؟ بصوا بقت عاملة ازاي، شكلها جميل. واما نعوز نقوم ساحبين منها بالطريقة دي. اهو انا كنت عاملة كمية قبل كده، وهعمل لكم واحدة كمان عشان تشوفوا بتتعمل ايه. هي بتتعمل بكل سهولة. اهو بصوا، بدل بقى الكرمشه. وهتسهل معاكي بقى ان انتي كل ما تجيبي طلبات وانتي واقفه كده تقومي عامله الشنطه بالطريقه دي، مش نرمي بقى الشنط وخلاص. هنفردها. هي سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه، بس فكره انا قلت افيدكوا بيها، عشان اكيد الشنط دي عامله ازمه في كل مطبخ مصري. اهو بصوا شايفين بقى السهوله بالطريقه دي. ونقوم لفينها سمبوسه اهو، سمبوكسات زي المثلث. شايفين؟ سهلة جدا، وهتسهل عليك ان انتي لما تيجي تسحبي منها تقوم مطلعه الشنطة بكل سهولة. اهو هنحطها بقى في الجراب ده، بيبقى في مكان كده عامل زي الجراب ندخلها فيه، وهو الشكل النهائي بتاعها. ومش هتاخد مساحة عندك في درج، في شنطة. يا رب اكون افدتكم، والسلام عليكم.